في نوع من الناس كده مش بيحب ينشر أي حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك ولا انستجرام ولا غيرهم. لا بيحب ينشروا صور ولا بوستات ولا تفاصيل عن حياتهم ولا حتى حالة واتس. ناس كده لو دخلت صفحتهم تحس إنهم مش عايشين أصلا. بس يا ترى إيه السبب؟ هل دول ناس غامضين ولا عندهم سبب أعمق من كده؟ الحقيقة إن الناس دي مش خجولة ولا انطوائية ولا حتى بعيدة عن المجتمع زي ما البعض بيفكر. بالعكس، لا، دي ناس واعية جدا، عندهم ثقة عالية في نفسهم، عارفين قيمتهم كويس، وعارفين إن قيمتهم مش محتاجة تتقاس بعدد لايكات ولا كومنتات بياخدوها على المنشورات بتاعتهم. الشخص اللي مش بيحب ينشر حاجة مش مستني تقييم من حد، ولا عايز يسمع مدح ولا إعجاب عشان يحس بنفسه. هو ببساطة مش محتاج يحقق ذاته عن طريق تفاعل الناس، لأنه فعلا حاسس بالرضا الداخلي ومكتفي بنفسه. الناس دي عندها أمان عاطفي كبير، مش محتاجة تحس بالحب أو القبول عن طريق الإنترنت، وعندهم نضج فكري كبير جدا بيخليهم ما يجروش ورا الدردشات الوهمية ولا حتى يعيشوا لحظة رضا مؤقتة بشوية لايكات. الناس دي فعلا بتقدر العلاقات الواقعية الحقيقية، بيحبوا الحوار وجها لوجه، بيعيشوا الحياة كده على أرض الواقع، مش حياة من خلال الشاشات. كمان الناس دي مدركين جدا إن السوشيال ميديا دلوقتي فقدت مصداقيتها، الكل فيها بقى بيمثل، وأغلب اللي عليها مجرد مظاهر خارجية وصور مصطنعة. يعني كل واحد بيحب يصدر للعالم حواليه صورة مثالية مش حقيقية عنه، وبيكون نادرا جدا إنك تلاقي حد بيظهر بطبيعته وشخصيته الحقيقية أونلاين، قليل جدا طبعا. وعلشان كده الناس دي اختارت الهدوء، مش ضعف منها لا، لكن لأنهم فهموا إن اللي بيعيش في سكونه وسلامه الداخلي أغنى بكتير من اللي بيعيش في الضوضاء الافتراضية. طيب لو هنتكلم على السوشيال ميديا نفسها، هنقول إن السوشيال ميديا دي سلاح بوشين. وش بيديك فرص، بيقربك من الناس، بيسهلك شغلك، بيخليك تتعلم، تفتح لنفسك مجالات جديدة. وفي وش تاني ممكن يدمر طاقتك ويسحبك لمقارنات وقلق واحتياج دايم إنك تكون زي الناس اللي حواليك ويضيع وقتك. بس الأغرب إن أغلب الناس اللي عايشون أونلاين بيكونوا بيحاولوا يعيشوا حياة مش قادرين يعيشوها في الواقع، بيخلقوا عالم مزيف يهربوا بيه من حياتهم الحقيقية. أما الناس اللي مش بتنشر حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس دي اختارت تعيش في حياة حقيقية، حياة زي ما هي، من غير تلميع ولا جمهور ولا تمثيل وكذب. ده مش معناه إنهم أفضل من غيرهم، لأ، بس ده معناه إنهم عندهم وعي أكبر، عارفين يعني إيه مساحة شخصية، وبيعرفوا يحموها كويس، وبيفهموا إن الحاجات دي لما تفضل جواك بتكون أغلى وأقيم من أي بوست تعمله. وفي الآخر أحب أقولك ما تحكمش على اللي ساكت، لأن اللي ساكت ممكن يكون أكتر واحد عارف هو بيعمل إيه، وعايش حياته في سلام حقيقي بعيد عن دوشة العالم الافتراضي.